ورجعنا مرة تانية ومنورني في الاستوديو نجم وفنان شارك في أعمال متميزة جدا، دراما تلفزيونية وسينمائية ومسرح وإذاعة. شارك كبار النجوم والمخرجين، قدم لنا أعمال جميلة قوي وأدوار ما بننساهاش، على سبيل المثال اليقين، العصيان، البحر مندي، رجل الأقدار. عدد كبير جدا من الأعمال الفنية اللي هنتكلم ونحاول نقرب أكتر لمشواره الفني. نورني في الاستوديو الفنان الكبير عبد السلام الدهشان، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. ومنور التلفزيون المصري. التلفزيون المصري ده صاحب فضل علينا، وهو اللي عرفنا للناس، والناس حبت الأعمال الدرامية اللي كنا بنقدمها من خلاله. فأنا سعيد إن أنا جيت الزيارة الخاطفة دي بعد سنوات من الانقطاع. حضرتك منورنا دايما بالادوار. احنا على فكره المسلسلات زي اللي لسه كنت بقول في اول الحلقه، بتكلم المسلسلات اللي اتقدمت في تاريخ الدراما احنا عايشين بيها لحد دلوقتي، عايشين على ذكراها، عايشين على نجاحاتها. لما بتيجي نشوفها وتتعاد، فحضرتك دايما معانا، وطبعا معانا بالجديد كمان. حابه سريعا كده النهارده نمر كده ونفتكر مع بعض مشوار حضرتك الفني ومشاركاتك مع كبار المخرجين والنجوم، وفي أسماء معينة كده ليهم يعني حالة خاصة مع حضرتك. نجم محمود ياسين، النجم نور الشريف. نفتكر مع بعض ايه البداية خالص اللي عملت نقطة تحول في مشوارك الفني. أنا أول احترافي كان مع مدام سناء جميل في دعوني عايش، وده كان مسلسل إخراج الأستاذ إبراهيم الشقنقيري، ومع غول تمثيل بقى. حقيقي. وكان في موجود الأستاذ سمير غانم، وكان في رحمة الله عليها دلال عبد العزيز وزملاء آخرين. وده كان إنتاج مامة شريهان، الشركة بتاعت أفلام المعجزة. قد إيه كان يعني فرحي بالدور اللي كان مختارني ليه الأستاذ إبراهيم الشقنقيري، إنه محامي لسه تحت التدريب، وأنا كنت لسه برضه متخرج، فبقى ملائم لايق على في مكتب محامي كبير قوي، وصديق البطلة اللي هي مدام سناء جميل، الست السرية. إجواز بناتها أو غروا صدورهم، مامتكم بتروح تدفع فلوس هنا وهنا وبتضيع الثروة بتاعتها، فلازم نحجر عليها. سمعوا الكلام وبالفعل حجروا عليها. اما حجروا عليها هي كانت متبنية. هي القضايا دي من زمان كده. للأسف الشديد. ف يعني لما حصل ده، شريهان كانت بنت الست مديرة أعمالها وتوفت، فهي تبنت شريهان. وشريهان لما تيجي مدام سناء تقول لها اجيب لك فستان، تقول لها لا، انا مش عايز، انزلي تريضي، كلي كذا، ما تاكليش. يعني كان همها الست نفسها، فحب حقيقي متبادل بين الاثنين، لدرجه انها خدتها الى انها تعمل مشغل للايتام، تعمل يعني حاجات خيريه. ده كان مسلسل ولا سهره؟ ده كان مسلسل. ده جميل قوي القصه، بس انا للاسف ما بتتذاعش كتير مثلا. ده كان في الثمانينات. ف يعني جاتني شريهان، وجه الطباخ اللي هو ابراهيم نصر، وقالوا لي فين الاستاذ المحامي؟ قلت لهم ده مسافر فرنسا. طب نعمل ايه، نسوي ايه؟ ده بكره الجلسه، وهيحكم على مدام سناء جميل بالحجر. ما معيش ورق، ما معيش اي حاجه، يا دوبك خدت اوت لاين عن القضيه ورحت المحكمه. اقسم لك بالله انا حافظ الحوار بتاع المحكمه 12 صفحه لغايه دلوقتي، وباللغه العربيه. لا من حلاوه الكتابه. الاستاذ فيصل ندى. لا، وحلاوه البدايات بقى. يعني اما دي البدايه، وبرده الدور حلو، وانك تقف مدام سناء بالظبط. يعني اكيد برده يعني اتحفرت في الذاكره جدا. لدرجه ان مثلا بقيت متشوق ان انا ابدا يعني اشتغل المحكمه، لان دي بتبين حرفيه ممثل. يعني كان قدامي المحامي اللي هو العبان، كان الله يرحمه احمد راتب. وكان موجود في قلب الجلسه مدام سناء، صفيه العمري،
اللي هم بناتها دلال عبد العزيز وشريهان. وانا عليا ان انا اترافع وما معيش اوراق. فالكلمات كانت غايه في الابداع. بقول للمحكمه: الساده اعضاء هيئه المحكمه، لقد جرت امامي مجزره بشريه لسيده، سيده كل جريمتها انها كانت تفعل الخير، كأن الخير في هذا الزمان أصبح جريمة يعاقب مرتكبوها بالسفه والغفلة والجنون. إن موكلتي كانت تتمنى أن تعطي كل أموالها لبناتها، ولا تقف اليوم أمامهم في المحكمة كي يتهموها بالجنون ويحجروا عليها. وبعدين آخر جملة في قلب المرافعة، حضرتك حافظها لغاية دلوقتي. آخر جملة في المرافعة، المفروض إن أنا أقول للمحكمة إن أنتوا في حالة عدل. يعني كانت المرافعة هدفها تبين إن في ثغرة في القانون، اللي هي القانون الإنساني يبقى موجود في قلب القانون اللي موجود يعني. فبقول الجملة بمعنى مضاد. يعني أنا بقول لهم: وأنا واثق من عدالتكم، لأن المحامي الشرير جايب ورق وجايب شهود وجايب واتحكم عليها بالحجر. عارفة لما مثلا المنتخب لا قدر الله يخسر والناس تمشي في الشارع زعلانة، حصل ده بقى معايا وأنا ماشي في الشارع. قعدت في البيت لغاية ما عملت المرافعة الثانية اللي أنا رحت فيها لبيوتهم لمدام تقنعهم بقى بأن هم يتراجعوا عن القضية. قلت لهم: أمكم يعني هل فعلا مجنونة؟ مدام صفية بكت وتراجعت. أخونا سمير غانم رحمة الله عليه يعني كاد يتخانق معايا لما دخل البيت ولقاني بقنع مراته يعني فقلت له: اصبر، في استئناف يعني. وفي الاستئناف الحمد لله كسبنا، وكسبنا القضية بشكل جيد، كأن الحدث حقيقي دخل 10 اجوان. أنا عايزة أقول لحضرتك حاجة. بص، المخرج الكبير الراحل إبراهيم الشقنقيري اختياره لشاب لسه متخرج يديله دور مهم وكبير، واثق في حضرتك، مدي يعني مساحة وبطولة لواحد لسه في بداية مشواره. وده للأسف دلوقتي لا، الاستسهال، انت الدور ده مهم وكبير، لا عايزين فيه اسم، عايزين فيه حد بقاله كتير بيمثل. حتة ان البدايات ان حد او تلاقي مخرج او مؤلف مقتنع بالشخص دي قليلة قوي قوي قوي. منتهى الانضباط. يدخل قبل الميعاد بدقيقتين 3 ويزعل جدا اللي يجي يدخل بعد منه. طبعا. ويقفل، كان في عجمان، ويقفل 6 بالدقيقة يكون مخلص. مفيش حاجة اسمها إرهاق ولا بتاع. عشان كنتوا بتصوروا كام ساعة في اليوم عامة؟ مش من بس 9 ل 6 بس كده؟ بس. أنا سمعت إن في مسلسلات بيقعدوا باليومين يصوروا وما بيناموش. طب حضرتك كنت متواجد في أعمال جديدة مثلا منها أعلى نسبة مشاهدة. عايز أعرف الاختلافات اللي ما بين التصوير دلوقتي واللوكيشن دلوقتي وزمان أو التسعينات والثمانينات وما بعد. في عيب واحد حاصل. واحد بس؟ إن بيتفاجئوا إن رمضان جاي. ده ما كانش بيحصل زمان؟ لا خالص. الشغل كان بيبقى خلصان ومتمنتج ومتباع قبل رمضان بفترة. حقيقي. رحمة الله عليهم. قطاع الإنتاج أستاذ ممدوح احنا لآخر يوم في رمضان بيصوروا لغاية 27 رمضان احنا بنصور وبيسقطوا المشاهد اللي الفاضية. فده طب ده عيب واحد. ده عيب. هل بقى اللوكيشن والأجواء وفي كده حاجات كنتوا ملتزمين بيها زمان، هل لسه متواجدة وموجودة في اللوكيشن؟ لا. لا خالص. خالص. يعني الأريحية في انك انت تروحي وما يبقاش فيه توتر كهرباء وتوتر. وفي نفس الوقت ما يبقاش فيه انضباط في انك انت اوردرك الساعة 10 تشتغلي الساعة مثلا 10 وربع. لا، تشتغلي 2 بالليل. يعني 10 الصبح 2 بالليل. ده انا بقول 2 بالليل والله العظيم بلا مبالغة. فده انا بصراحة بعتبره استهلاك لطاقة الممثل. يعني الأستاذ خالد زكي كان معايا امبارح، كنا في مسلسل. احنا اوردرنا كان 10. اشتغلنا الساعة 3 الفجر.
قاعدين كل ده وتعب يا عيني طبعا، واجهد اجهاد غير طبيعي. حرام كده. انا كان في، انا سمعت ان كان في بعض الممثلين والنجوم كانوا عايزين يعملوا زي اتفاقيه مع نقابه المهن التمثيليه ان يبقى في عدد ساعات للتصوير تقريبا 8 ساعات، وان كل الناس تلتزم بده، بس للاسف واضح انه موضوع ما مشيش. احنا زمان الاوردر 12 نيجي 10. تيجي تتحولي من انت سايقه عربيتك الى انسان الى فنان، وتقعدي زي الاستاذ محمود ياسين رحمه الله عليه والاستاذ نور الشريف رحمه الله عليه، كانوا بيجوا قبل الاوردر بساعتين حقيقي. والاستاذ محمود مرسي كذلك. الاستاذ محمود مرسي في حكايه مهمه بيني وبينه كانت، طب عايزين نعرفها. هقولها لك. وكانت شديده الحساسيه. فايه كنا بنيجي بدري، فالاوردر هيبدا الساعه 9 بيبدا الساعه 9، انما في زملاء الاوردر يبقى الساعه 10 يجي الساعه 3، فده بيرحل ويربك الجدول. طبعا المخرج المنفذ بيبقى عامل جدول فبيرتبك. وبعدين في النص في حد المفروض ان هو يجي مثلا الساعه 4 ما يجيش الساعه 4 او يجي الساعه 4 ما فيش اي، مش هقول عقوبات وكلام من ده، بس ما فيش اي يعني وقفه مع الشخص ده. هو حب. انا حابب، مش حابب التمثيل او حابب الفلوس. لا، حابب احترام الاخر، احترام المجموعه، حسب كمان ما اتعودت. يعني حته ان انا احترم الاخرين اللي موجودين دي تربيه طبعا. ده سلوك ايوه بالظبط كده. حقيقي يعني. بالظبط. طب عايز اعرف قصه الفنان محمود مرسي. كان في مسلسل برضو اخراج الاستاذ ابراهيم الشقنقيري. كان حوالي في اليوم ده، اليوم اللي احنا بنصور فيه 6 مشاهد. فانا داخل من باب الاستوديو الاهرام، فلقيت الاستاذ محمود مرسي قاعد في الشمس وقاعد كده بيتريض مع الشمس ده هشام تعالى تعالى تعالى، وراح قايم من على الكرسي قاعد على الارض على النجيله في استوديو الاهرام. فقلت له ايه ده؟ قال لي اقعد اقعد. قلت له انا اقعد وحضرتك واشد فيه؟ انا لابس لبس الدور، لبس الشخصيه، اقعد انت عشان البدله ما تتكسرش وبتتبهدلش. قلت له لا يمكن، استحاله. يا ساتر عليك. قال لي انا عايزك عشان بس انا ما لحقتش احفظ عشان نراجع مع بعض. تمام. دي اول بلوف. فقال لي خد ايدي بس اما اقوم. رايح فين يا استاذ محمود؟ قال لي بس رايح انا افتكرته رايح يعني الحمام وبتاع. قال لي بعد ما مشى 5 6 خطوات قال لي بتحبها مظبوط ولا زياده؟ مين اللي مظبوط؟ انا اللي اروح اجيبها لك. فالمهم انا سبته لغايه ما يروح الحمام، اتاريه مش رايح الحمام، رايح البوفيه يطلب لك قهوه، رايح يجيب قهوه وجايبها بايده، يعني جايب قهوته انا يعني جريت عليه لدرجه ان كنت هدلق القهوه عليه. فالمهم قال لي تعالى تعالى بس حسب، تعالى نراجع كده مع بعض. فانا تنيتني واقف وسبت الكرسي فاضي، وهو اصر يقعد برضه تاني على النجيله. فبقول قال لي ما ايه رايك لو دي عليت شويه الصوت؟ ايه دي لو انت كنت خشن هنا ودي لو لا. فكان عايز يعرف انا هتكلم من انهي طبقه. يعني حتى توناليتي الصوت عايز يبقى عارفها. انا كنت عامل رئيس نيابه. الاشكاليه بقى ان في قلم في المشهد الثالث هضربه. يا نهار ابيض، شايل همه طبعا. شايل، ما انا ما نمتش طول الليل. ازاي ده هيتعمل وازاي انا هعمله؟ استحاله ان انا اعمله. فالمهم دخلنا الاستوديو. المشهد الاولاني 3 صفحات اتعمل يا دوبك دراي، 1 شوت هوب. اتعمل كاميرات كانت بتبقى بتساعد في انها بتنجز. المشهد الثاني 4 صفحات هوب دراي، شوطنا على طول. المشهد اللي بعده اللي فيه القلم والمشهد ده لا يتعدى 2 صفحة. يعني اقل من المشاهد اللي قبل كده. اخد بقى وقت قد ايه؟ انا اول جملة وببص في عينين الاستاذ محمود مش عارف، نسيت نفسي، نسيت اسمي، نسيت كل حاجة. ستوب، عملنا ستوب. تاني ابص في عينيه واتخيل ان انا هضرب 2 ستوب 3. فنزل لي الاستاذ محمود استاذ ابراهيم
كان شديد الحساسيه والذوق. ما يقولكيش معلومه في قدام لا الناس يجي في ودنك ويقول لك المعلومه، فبيقول لي ايه مالك في ايه؟ الاستاذ محمود مرسي سمع، قال له ده ابن ناس، ده لانه بيحبني فهو بيفكر في القلم. قلت له فعلا 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 والله. قال لي بص ما تبصش لعينيا. اتضح ان اي ممثل يبص في عينين الاستاذ محمود مرسي لازم يتوه بجد. الفنان محمود مرسي بالذات بحر، وهو عارف، هو عارف ده، عارف مدى اشعاع عينيه. الله اكبر. الله يرحمه، حقيقي كان اسطوره. والله عارف حضرتك لما بسمع القصص دي واتخيلها بقى وكده انا ببقى حزينه. ما هو في ان احنا ما عشناش الفتره دي ولا شفنا الحاجات دي ولا احنا اتربينا على الاخلاقيات بتاع الصغير يحترم الكبير ويجله ويبقى بيتعامل معاه بشكل جيد لو كان كبير في السن او حاجه. النهارده بقت الحكايه مش قد كده يعني. بالظبط. طيب عايزه اروح برضو القصه مع النجم محمود ياسين ومسلسل اليقين اللي كان انتاجه وهو بيشارك فيه في التمثيل وكان بيدور عليك. قعد يدور عليها فتره. انا كنت في الوقت دوت كنت بين عجمان وبين تونس في السفريات يعني، لغايه ما بقيت في القاهره. وقال لي فورا تجيني المكتب وتاخد الورق وبكره احنا هنصور. انا مأجل الشغل لغايه بكره. ونزلت وعملت الشخصيه بتاع مرات الاستاذه شهيره. اللي ابنهم بيبقى مش بيفقدوه في الحرب. يعني ما عندكيش فكره. وحصل لخبطه بين الحسن والحسين هم اولادهم الاثنين بيتاخدوا منهم في بيدوروا بقى على الاثنين مع بعض. بالظبط. دي قصه جميله. فيعني ما عندكيش فكره على الحميميه اللي انا حسيتها من الاستاذ محمود ومن الاستاذه شهيره. ربنا يديها الصحه يا رب ويبارك فيها يا رب. فده كان شرف بالنسبه لي. وهو عايزك ومقتنع بيك في الدور ده. فمش مثلا ما استسهلش ليه مش موجود اشوفه، لا فضل وراك لغايه لما كلمك لا ده بمناسبه الاستسهال وندور على حد تاني. دي حصلت لي في حاجه في صوت القاهره مع الاستاذ وائل فهمي عبد الحميد. اللي حصل انهم اتصلوا عليا فابني متخرج من الجامعه. فين بابا؟ قال لهم مسافر، كنت في عمره. وانا هناك عند حضرة رسول الله فبتصل اطمن على ابني. ايه يا ابني ايه الاخبار؟ في حد اتصل؟ فقال لي يا بابا في ناس اتصلوا وانا قلت لهم انك مسافر. قلت له يا ابني مش انت بتفك الخط يعني وكده تقدر تكتب قال لي بقى ما خلاص بقى. انا زعلت من نفسي، انا بدور على اوردر وانا مع الحبيب. غصب عنك. خلصت الحكايه وخلصت العمره ورجعت. كانت عمره غايه في الابداع. يا دوبك داخل البيت ولقيت التليفون بيرن. الله، طب ما دام جيت مصر مش تقول انك جيت؟ مين؟ صوت القاهره. كان طالبيني مع الاستاذ وائل علشان اعمل شخصيه حطاب. انا ما تخيلتش، عينين ملونه، شعر اصفر ابيض، حطاب ايه. فقالوا لي بس خش. لقيت بنت الاستاذ جلال الشرقاوي. عبير شبه نفس الشبه، ملونه عينين ملون ده حاجات من دي يعني. فالمهم عملت اول مشهد، الناس في الاستوديو سقفوا سبحان الرازق سبحان الله. ايه يا اخوانا المشهد اللي بعده سبحان الرازق سبحان الله. ايه يا اخوانا في ايه؟ ايه الحكايه؟ قالوا لي الدور ده لما اتصلنا وابنك وقال انك مسافر اديناه لزميل اسمه محمد ريحان. قلت له ده انسب واحد كان يعمل الدور. قالوا بس ما ينفعش يبقى ابو عبير الشرقاوي. عبير الشرقاوي. فالمهم اتعمل سبحان الشغل الله. والشغل يستناكي. ايوه انا لسه كنت بتكلم على مسلسل ارابيسك والفنان صلاح السعدني، وان الدور كان لعادل امام، وبعد عادل امام كان محمود عبد العزيز، وبعديه كان نور الشريف، وفي الاخر النجم صلاح السعدني اللي عمله. قلت سبحان الله، يعني انت بيبقى في ترتيبات وفي اللي ربنا بيعوزه هو اللي بيكون في الاخر. والدور بينادي صاحبه ويستناك لو هو مكتوب لك. ده انا ما قلتلكيش محمد ريحان رجله اتكسرت واتجبست سبحان الله قبل ما يدخل، فاجله. قال لك لا اجل، كانهم مستنيينك لما ترجع من العمره.
سبحان الله. سبحان الله على الرزق. في كمان مسلسل مع النجم محمود ياسين برضو حضرتك بتعتز بيه. كان اسمه العصيان. العصيان الأب اللي بيعلم أولاده القيم، اللي بيعلم اللي حواليه ازاي التعامل الأخلاقي بين الأسرة الواحدة. أنا كنت عامل فيه في موظف صحة، وخدت رشوة من مدام مرات الأستاذ مجدي الحسيني، نهال عنبر. أخدت رشوة في مقابل إني أغير شهادات الميلاد وعشان الميراث يصل إلى. فما عندكيش فكرة المسلسل ده لقيت رد فعل في الشارع غير عادي. المسلسل ده وقت عرضه ما كانش بيبقى فيه حد في الشارع. والله العظيم. ايوه دي حقيقة. وسبحان الله على فكرة العصيان ما اتعرضش في رمضان. كان بره رمضان ونجاح غير عادي. حقيقي. هو الاستاذ محمود كمان كان له كاريزما محبة من الناس غير عادية. الله يرحمه. متواضع. لا ألف يوم ان انا لا متواضع ولا ان انا حاجات من اللي هي اخيرا بنسمعها دي. لا وبيعامل الناس كلها زي بعض، يعني ما بيفرقش في التعامل. ده في واقعة كانت في المسرح يعني قد ايه دبلوماسيته في ان كان بتتفرج في يوم من الايام في عودة الغائب مدام سكينة. وبعدين بتدخل مدام شهيرة من الصالة، ففي الولاد اللي بيدخلوا يقعدوا في اخر الصالة ويدخلوا كده سرقة، شدوا الطرحة اللي هي معمولة على راسها، فوقعت الطرحة مسكتها. واحنا داخلين من الصالة كلنا لغاية ما طلعنا فوق، مدام شهيرة قالت اقفلوا الستارة. ليه وليه انها تقول اقفلوا الستارة؟ وبعد شوية ركبوا لها البتاع تاني واشتغلت. بعد ما خلصنا فبيعرفوا مدام سكينة، يقولوا لها مدام شهيرة بتاع مدام سكينة قالت لا مش عايزة اتكلم معاها، دي بتقفل الستارة في وش الناس وبتاع. فبتقول لها اصل حضرتك قالت لا ما فيش اصل يا ست. فابتدى الصوت يعلى، فوليوم يعلى من فوق. الاستاذ محمود كان لسه بيلبس بقى خلاص اللبس اللي هيروح بيه. فايه يا شوشو في ايه؟ فقلت له تعالى شوف. انا نزل لقى مدام سكينة. يا اهلا وسهلا، لو نعرف ان حضرتك جاي كنا فرشنا المسرح ورد. امتص غضبها. فحسيت قد ايه الدبلوماسيه العظيمه اللي جوه منه والتواضع. ده حقيقي. وفي نفس المسرحيه كان مره طفى النور بدري في مونولوج بيعترف فيه ان في الاسطوره المفروض ان انا افقع عيني، فاتطفى النور بدري شويه بدري بتاع سطر كامل. فكملوا في الضلمه. وطلع لعم زكريا فوق على السلالم الحديد وجايب فنجان قهوه. مالك يا عم زكريا انت تعبان في حاجه؟ قال له انا اسف يا استاذ محمود. مع ان هو المفروض اللي يتوتر ويتضايق ويزعق له. قال له لا في حاجه. قال له بنتي هتتجوز بكره وكان لازم اجيب طقم الصيني ليها النهارده. قال له الطقم الصيني في البيت. قال له في البيت ازاي؟ قال له ده انا قاعد افكر طول. قال له ولا. وبالفعل الله يرحمه يا دوبك خرج من المسرح ادى اوردر للمكتب بتاعه يودي طقم الصيني في الله يرحمه. يمكن حضرتك بتحكي قصه يمكن ولاده ما يبقوش عارفينها، ما كانوش بجد. يعني لا وحاجه في المسرح هو ما كانش بيجي يحكي حاجه زي كده. اكيد حقيقي. فقد ايه اتعلمت منه ما هو اشد مشهد. احنا بنمثل الضابط لان شفنا الضابط، المدرس عشان شفنا الشخصيات اللي في الحياه دي بالزبط. احنا بنقلدها من الذاكره، بنخزنها. انما في مشهد لا يمكن يكون مر علينا. قتل باباه، قتل والده الملك، وتزوج امه وانجب 3. فدي حاجة طبعا ما مرتش على حد. اللحظة دي كان كل يوم بيعملها بشكل وبيعملها بدرجة غاية في العمق، ولدرجة ان فين بعد كام يوم على ما دخل واقتنع هو شخصيا بانه
النهارده اتعمل المشهد ده صح. الله يرحمه، الله يرحمه. وايام بصراحه ما تتعوضش. والله. وانا استمتعت مع حضرتك قوي في الحوار ونورتنا، ولينا لقاء اخر ان شاء الله. ميرسي لحضرتك. ربنا يخليك. بكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا، استنونا في حلقه جديده وكرو جديد، وتصبحوا على خير.